شعار اللي في القلب في القلب، وإن كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا. بيلتقي ميدو مديرا فنيا لوادي دجلة مع الزمالك في الأسبوع ال 12 للدوري والثامن للزمالك. مباريات دجلة بالنسبة للزمالك من ساعة صعوده للدوري الممتاز موسم 2010 مرتبطة دايما في ذهن جماهير الزمالك بعلامات مميزة، إما بطولة زي نهائي كاس 2013 في مباراة ال3-0 ويا تيشيرت العمر يا أبيض، أو الصعود لنهائي الكاس زي موسم 2014 بضربات الجزاء ثم الفوز على سموحة في النهائي في الثواني الأخيرة، أو بذكرى مشروع هدف تاريخي للاعب تاريخي كان هيسجله التاريخ ويقفل كتابه بعده ويقوم يروح، أو بهدف بهلواني في حارس مرمى تاريخي والشهادة لله هيفتقدوا الزمالك أكتر من دجلة في مباراة النهاردة. الزمالك بيدخل مباراة النهاردة في المركز السادس برصيد 17 نقطة من 7 مباريات في انتظار استكمال مؤجلاته، ودجلة في 3 مبارياته تحت قيادة ميدو بعد رحيل كالتيرون في المركز التاسع برصيد 15 نقطة. وما نقدرش نحكم على مستوى دجلة السنة دي لأن مبارياته اللي على أرضه كلها كانت غير مذاعة، إنما من الواضح إن نتائجه بعافية السنة دي عكس السنين اللي فاتت. الزمالك بيبدأ بالشناوي لحراسة المرمى وجنش اتقمص، حسني علي الونش ناصف، طارق ارتكاز، قصاده إبراهيم صلاح ومعروف بالعند فينا كلنا، قصادهم لاعب حر شيكابالا تحت 2 مهاجمين باسم مستنلي. شوط أول خجول بعنوان اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها عيال. الزمالك لعب بنفس الشكل النظري للتشكيل، بس الشهادة لله الفريق كله كان مقضيها مش أكتر. 45 دقيقة يعدوا بالطول ولا بالعرض، مفيش كلام فني أو تكتيكي يتقال عن الشوط ده اللهم إلا شوية ملاحظات. تكليفات جديدة لشيكابالا إنه حر في نص الملعب مش على الطرف زي الماتشات اللي فاتت. شيكابالا حاول بس مفيش أي تحركات من غير كورة تساعده على أي ثرو باس، فحاول يعدي بنفسه كتير لكن الكترة تغلب الشجاعة لأن دايما كان مدافعي دجلة قافلين عليه ب2. أول 10 دقايق بلا زمالك، اللهم إلا محاولة استلام لباسم جوه الستة، إزاي جات له الفكرة دي معرفش. بعدها 35 دقيقة مختلفين خالص برضه بلا زمالك. الزمالك طول الشوط بلا ضغط دفاعي ولا هجومي، زي ما قلنا مقضيها تحليق تنفيذا لخطة شدوا حيلكوا يا ولاد. أعلى مستويات البؤس في كرة القدم إن خطتك تقوم بس على استغلال خطأ للخصم، فلو ما غلطش توصل لمرحلة أهو نقضيها بالطول ولا بالعرض وربك هو اللي بيرزق. نفسي أعرف مين اللي زرع في دماغ معروف إنه شويط، وقبله نفسي أعرف مين أقنعه إنه ممكن يلعب كورة أساسا. الراجل ده لازم يتحاكم وش. والشوط الأول بينتهي إكلينيكيا بعدم استغلال الزمالك للغلطة اللي كان مستنيها طول الشوط بضياع انفراد ستانلي، شوط للنسيان يقعد جنب إخواته في الماتشات اللي قبل كده. الشوط الثاني شوط الافتكاسات والشلل التكتيكي، بيستمر الزمالك في انتظار غلطة دجلوية لا تأتي أو شوطة من بره يمكن تلبس زي شوط الطارق، خصوصا مع تفوق دجلة في اللعب زون ونجاحهم في أكتر من هجمة مرتدة خطيرة. تغيير بنزول جعفر مكان ناصف في محاولة لاستغلال أي عرضية بالراس واستنساخ ماتش المصري، ومعروف هيلعب باك شمال. ومن الجدير بالذكر إن معروف ملوش في أي مركز. لو قلنا إن خروج شيكابالا وباسم وجهة نظر فنية، فتغيير جعفر مكان ناصف يتبع وجهة النظر الملوخية. الشهادة لله كابتن صلاح لقى فيه عرضيات كتير للزمالك ومحدش بيستغلها، فقرر يلعب ب2 راس حربة ويخرج الباك اللي بيعمل الاوفرات. يا مساء الافتكاسات، جعفر حرفيا ما لعبش كورة صح من ساعة ما نزل. جعفر المفروض انه نازل يخلص هجمة بس هو فهم غلط وبقى بيخلص على الهجمة. مفيش اي مرونة في جسمه ووزنه زايد جدا، وعن انعدام مهارة اللعب بالرجلين حدث ولا حرج. واللقطة الوحيدة اللي كان لازم يشارك فيها بدماغه ودخل برجله في لقطة جون دجلة. انت راجع لغاية هنا ليه يا عم الشباب؟ عشان تاخد بدماغك. ايه بقى المنظر اللي انا شايفه ده؟ بالمناسبة معلومة مش جديدة، الزمالك محتاج مهاجم محترم ينافس باسم، لان باسم ممكن يصاب، يتوقف، يتخانق، يتقمص، يمشي. اول هجمة خطيرة للزمالك من جبر في العارضة ترد للونش ينقذها محمود علاء، وطبعا في المعادلة الزملكاوية المعروفة لازم تترد بجول لدجلة من المدافع اللي انقذ الجون اصلا، عشان فجأة يتكهرب لعيبة الزمالك كعادة زملكاوية معروفة، وفاصل من الاستحواذ الزملكاوي في مقابل هجمات مرتدة لدجلة في منتهى الخطورة. هدف تعادل، بس امتى وبعد ايه؟ ما اعتقدش جمهور الزمالك فرح بيه لانه كان منهك من الافتكاسات التكتيكية، ومش شايف اي سبب لفرحة اي لاعب او حد في الجهاز بيه. ده جول التعادل وفي اخر دقيقة، وعلى فكرة من 9 الدوري. انا قلت افكركم بس ليستمر الزمالك في فقد النقاط ويفقد النقطة السادسة في 8 مباريات، ولو استمر المعدل بالشكل ده انتوا عارفين باقي الحكاية. غالبا هندخل على اختراع زملكاوي جديد وهو الروتيشن
في المدربين، يعني نجيب من القفص من تحت، واللي مشي يرجع تاني، واللي شبكنا يخلصنا، ولف بينا يا دنيا. وفي مرحلة مقبلة مدربين الزمالك هيبقى اسمائهم زي الفراعنة: محمد حلمي الثالث، محمد صلاح العاشر، اسماعيل يوسف الحادي عشر، مؤمن سليمان الثاني. وركزوا لي على الثاني دي عشان مش هتكون بعيد. كلمة أخيرة للي عاوز يفهم: لما تشتري عربية جديدة آخر موديل وغالية ما ينفعش تحط لها بنزين 80. خلص الكلام، نقطة.